السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ كلها ايام وتهل علينا 26، ربنا يجعلها سنة خير وسعادة علينا كلنا. من اهم الوصفات المبيضة اللي عملناها في 2025 وصفة الكابرون. الوصفة دي عملت جدل كبير جدا جدا جدا. في دكتور محترم هنا على اليوتيوب هو اول من يتكلم فيها، وانا عن تجربة عملتها على كريم وعملتها على سيرم ولقيت النتائج حلوة جدا جدا. في دكتوره محترمه دخلت عليا في الكومنتات في ابلكيشن تاني وقالت لي انت كده يا مدام اماني بتقولي للناس ما تبلعش الحبايه او ما تاخدهاش حقن، فده مش احسن حاجه. فرديت عليها وقلت لها حبيبتي انا اصلا مش ملتزمه وبخاف من الحقن، يعني مش باخد البرشام. مش ملتزمه بصراحه، بنسى العلاج وكمان مش بحب الحقن. فسالت دكتور صديق يعني من دوله عربيه وقال لي هقول لك على سر خطير جدا بتعمله سناتر التجميل. وفعلا بما يرضي الله يعني تماما ان انا يعني بعد الديرما عارفه ان هم فعلا بيحطوا ترانزيميك اسيد، بس ما كنتش عارفه ان هي بتفتح الكابرون وتحطه بعد الديرما يعني اي سنتر تجميل بعد الديرما بيكسر حقنه الكابرون، الامبول الكابرون ده اجيبه لك راح فين اهو، امبول الكابرون ده كده اهو بيكسروا بعد الديرما ويحطوا على بشرة. دي من الحاجات المبيضة الحلوة جدا جدا. تمام كده. طيب انا دلوقتي هعيد لك الوصفة بتاعت الكابرون دي بسرعة كده. عايزة بس اجيب الامبول بتاع الامريكية، اشوف فين ضاع الامبول الامريكي اهو. بتجيبي 3 امبولات كابرون، 3 مع علبة يوريتش بانسينول اهي، ومعاها امبول واحد امريكي. الوصفه دي حلوه جدا 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 وانا كلمتكم فيها كتير. الوصفه اللي هي تعادلها بقى اللي قالها لي الدكتور، قال لي ان انت اي سيرم عندك، سيرم هايلورونيك اسيد، سيرم فيتامين سي، كوجيك، اي حاجه، نياسيناميد، اي حاجه، افتحي علبة السيرم واكسري امبول الكابرون ده وحطيه في علبة السيرم، هيديكي نتيجة هايلة جدا جدا جدا. حاجة تانية قال لي ان البرشام الكابرون ده هتاخدي نص الشريط ده، هم 10 برشامات، هتاخدي ال5 وتكسريهم كويس جدا جدا وتدوبيهم يعني في جل صبار، في اما في نقطتين قطره من بتاعه العين، يا اما في ميه مقطره، وبعد كده تضيفيهم على السيرم او على علبه الكريم بتاعتك عادي جدا جدا. بصراحة عملت وجربت والنتيجة كانت مرضية. وارد جدا 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 ان الوصفة ما تجيبش نتيجة مع حد، وارد انها تجيب نتيجة واو، وارد انها لما تستخدميها تجيب نتيجة نص نص. دي استجابة بشرة. وعايزة اقولك ان قبل ما فيش حقن مبيضة او اي حاجة مبيضة بتتحط على البشرة من غير تقشير او من غير مقشر قوي او من غير سكراب قوي، ومفيش حاجة بتفضلي تستخدميها على طول. يعني ما تفكريش انت هتفضلي تستخدمي وصفة الكابرون على طول، لا، في ليميت للبشرة بتستفاد منها اقصى استفادة وبعد كده ما بتجيبش نتيجة. زيها زي اي سيرم وزي اي حاجة بنحطها على البشرة. عشان كده بقولك مفيش وصفة دايما، والا ما كانوش بتوع الوصفات كل يوم يدوكي 10 وصفات، وبتوع العلاج والطب كل يوم بيعملوا لنا وصفة كل يوم في اختراعات في الدواء. عشان كده بقولك كل بشرة وليها ليميت في الحاجة اللي بتاخدها، وكل حاجة ولها وقتها. يعني لو استخدمتيها مرة مش هتستخدميها التانية. عشان الناس بس اللي بتقول ان الكابرون بتستخدم للنزيف وكده حرام وما ينفعش. انا رديت على السؤال ده ان اي حد عنده يا جماعة اي مرض، يعني اي ست عندها اي حاجة ان شاء الله تكون بقعة، هي بالنسبة لها مرض وعايزة تعالجه بتدور على اي علاج وبتدفع فيه اي ثمن. فالوصفة دي بجد لو جربتيها، لو اي سيرم عندك الامبول ده ضفتيه عليه على السيرم هيجيب معاكي نتيجة حلوة قوي قوي قوي. وجربي اعملي اشتراك في القناة علشان الوصفات اللي جاية هتبقى حلوة قوي قوي قوي. ويلا بينا يلا.